ليه الدولار هو أهم وأقوى عملة على مستوى العالم؟ مش بس كده، ده كمان الدول بما فيهم الدول العظمى بتشيل عندها احتياطي بالدولار. يعني يكفي أقولك إن الصين اللي هي تاني أقوى اقتصاد في العالم عندها احتياطي بالدولار أكتر من 3000 مليار دولار. لايك وشير وفولو وتعالوا نعرف مع بعض. في البداية تقريبا من القرن ال 18 كده كانت الدول بتطبع العملات الورقية بتاعتها بما يوازي عندها قد ايه ذهب. يعني مثلا بريطانيا علشان تطبع مليون استرليني لازم يكون عندها ما يوازيهم من الذهب. وفضل الموضوع ده لحد نهاية الحرب العالمية الثانية اللي خرج فيها أمريكا والحلفاء منتصرين. لكن أمريكا كانت مختلفة كتير عن باقي دول الحلفاء. ليه؟ لأنها كانت في قارة لوحدها خالص، الحرب ما كانتش عليها، الحرب كانت على أوروبا وآسيا، وده اللي خلى أغلب دول أوروبا خرجت متكسرة من الحرب بما فيهم أقوى دولتين ساعتها إنجلترا وفرنسا. ده اللي خلى أمريكا عملت معاهدة اسمها بريتن وودز، وخرجت فيها أمريكا منتصرة والاقتصاد بتاعها كمان منتصر. ليه؟ لأن أمريكا في الوقت ده قالت لباقي دول العالم اللي موقعة على الاتفاق، ودول كانوا أكتر من 40 دولة، قالت لهم بدل ما انتوا دلوقتي بتطبعوا العملات بتاعتكم قصاد الذهب، لا انتوا ممكن تطبعوا العملات بتاعتكم قصاد الدولار، وانا كأمريكا عندي تلتين الاحتياطي العالمي من الذهب، فبكده اي دولة منكم عايزة تبدل الدولارات اللي معاها بذهب تيجي لي انا امريكا هديها قصاد كل 35 دولار هديها أوقية ذهب. وطبعا زي ما قلت لك ان امريكا في الوقت ده كانت هي اللي بتصرف على باقي دول الحلفاء، يعني هي بتعيد اعمار باقي دول الحلفاء، فمحدش حرفيا قدر يقول لها اي حاجة. وده اللي خلى الاقتصاد الامريكي ينمو بشكل اقوى، لان العملة بتاعته هي السائدة على مستوى العالم. وفضلت امريكا تطبع دولارات زي ما هي عايزة قصاد ان هي عندها اكبر احتياطي ذهب. وفضل الموضوع ده لسنة 71 لحد لما طلع الرئيس الامريكي نيكسون وقال في مؤتمر صحفي ان من دلوقتي فكينا ارتباط الدولار بالذهب. يعني اللي كان قبل كده معاه 35 دولار وعايز يجي يبدلهم من امريكا بأوقية ذهب واحدة، لا احنا فكينا الارتباط ده. واللي ساعد امريكا ان هي تفرض هيمنتها هي والدولار اكتر ان هم راحوا اتفقوا مع السعودية وبعديها منظمة اوبك في خلال فترة السبعينات ان هم ما يبيعوش البترول بتاعهم غير بالدولار. وطبعا ده ادى مزيد من القوة للدولار. يعني حرفيا بالبلدي كده امريكا قصاد انها تطبع شوية ورق بتروح تشتري اللي هي عايزاه من البضائع والسلع والخدمات زي ما هي عايزة قصاد شوية الورق ده. وطبعا علشان امريكا اكتسبت ان هي اقوى اقتصاد في العالم، فده خلى ان كل دول العالم محتاجة لها، سواء مثلا عايزة تشتري منها سلاح او مثلا عايزة تبيع منتجاتها، لان امريكا هي اكبر سوق في العالم. فده خلى كل دول العالم عندها احتياطي كبير جدا من الدولار محتاجاه، علشان يا اما تشتري من امريكا او تشتري سلع اساسيه زي البترول بالدولار. ويكفي اقول لك ان السلع العالميه دلوقتي كلها متسعره بالدولار. يعني مثلا هتلاقي المعادن زي الذهب والقصدير والفضه متسعرين بالدولار وغيرهم من المعادن الاساسيه. هتلاقي القمح والذره وكل المنتجات الغذائيه اللي بتتباع في البورصات متسعره بالدولار. ده خلى الدولار هو العملة المهيمنة على الاقتصاد العالمي. وطبعا احبك تبقى عارف ان في الفترة الاخيرة ابتدت هيمنة الدولار تقل مع الوقت، ولكن لسه هو اقوى عملة على مستوى العالم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وفولو. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل.